السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهد، أعزائي إخوتي الأحبة في كل ربوع وطننا، لقد وصلنا إلى أن هؤلاء الساسة لا يستطيع أحد أن يذكرهم أو أن يوعز أو يؤنب فيهم الضمير. لذلك من حقهم الساسة أن يتباهوا للسطوة التي وصلوا لها دون أن يستطيع أحد محاسبتهم، سواء الشعب المشتت في الاختلاف من محاسبتهم أو عقابهم، أو الموظف الذي لا يستطيع أن يصرخ لماذا لا يستلم نهاية كل شهر راتبه، بل غدا لا يستلم إلا نهاية 3 أشهر. وكذلك غدت الضرائب والواردات في المحافظات إلى جيوب المسؤولين وإلى جيوب جهات محددة تديرها وتستعين بها على الاستقواء لأتباعها وعناصرها وجندها. وأصبحت الأسعار مرتفعة والفرص العمل منقرضة وليست موجودة بسبب اقتصاد الدولة الذي ليس له أساس في الدراسة أو في التجارة الواردة أو التصدير، بسبب الحرب التي فرضت على الساحة وسبب التعطيل للحياة العامة للمواطنين. بسبب ذلك الفرقة في ظل الجهات السياسية الموجودة على جغرافية الوطن، وأنتم تعرفون. وإذا أحد استطاع أن يصرخ ما في ضميره اتهم أنه مع الجهات الفلانية أو الحزب الفلاني أو العدوان الفلاني أو الخارجين، وهناك مسميات كثيرة توجه لقتل هذا المواطن ولجعله لا يستطيع أو يدب في عروقه أو دمه أي صوت يعلي ليهز كيان هذه الجهات المحدودة أن تقف عند حدها، أو لكي لا يستطيع أن يوجد أو يهز من ذلك الجغرافي ومن ذلك الملك الذي تحت أيديهم، كي لا يرجع إلى كي لا يرجع للمواطن حياته وشريان حياته من خلال النظام ومن خلال الدولة الواحدة ومن خلال القانون الذي سوف يعاقبهم أو يتم مصادرة ذلك الملك الذاتي لهؤلاء الساسة ولتلك الجهات ولتلك المكونات أو الأحزاب، كما كان في النظام، كما كان في الوقت المنصرم أو ما قبل 2011، عندما كانت الدولة مستقرة، وعندما كان الموظف يأخذ راتبه الشهري، وعندما كانت الاقتصاد يرسي على أسس اقتصادية وساسة وحياة آمنة مستقرة وتصدير وزراعة ومناخ ديمقراطي ومناخ سلطوي يؤمن بحق هذه المواطن، فإنه اليوم أصبح لا يوجد له أي ذلك من الشكل السياسي الذي يدعمه نظام واحد ويدعمه شعب واحد ويدعمه عقل واحد ويدعمه ساسة جنحوا تحت سقف الثوابت الوطنية الوحدوية الشعبية التي كان لها قرار في ذلك الحين. وأصبح المواطن في 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 مناخ غير ملائم لهذه الحياة والمتغيرات، وأصبح في مجهول لا يحسد ولا أحد يتمنى له من شعوب العالم الديمقراطية
الحرة التي تؤمن بكرامة المواطن وحريته وغده وعيشه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.